وفي إطار الأخبار الرائجة، راكب يثير الذعر في طائرة حاول فتح الباب وطلب من المضيفة طلبا مثيرا. قبضت السلطة الأمريكية على رجل من نيوجيرسي لمحاولته فتح باب الطائرة وعرضه ممارسات الجنس مع مضيفة طيران بعد تناول 10 قطع من الماريجوانا. ويواجه إيريك ما يسمى 26 عاما اتهامات فيدرالية بسبب سلوك المشاغب، إذ راح يصرخ ويغني بأعلى صوته ويبيح لنفسه التدخين الإلكتروني ومضايقة الركاب ومحاولة الاعتداء على مضيفة طيران. وأظهر مقطع فيديو لحادثة أن مواطنا من نيوجيرسي ظهر وهو يسحب من الطائرة، وجاءت تصرفاته كنتيجة للانتشاء بعد تناول الكثير من الماريجوانا. أجبرت الحادثة طياري رحلة الخطوط الجوية الأمريكية من سياتل ودالاس على الهبوط اضطراريا في ولاية يوتا. تم القبض على جابوكو في مطار سولت ليك سيتي الدولي، حيث كسر باب زجاجيا. وقلعت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 2101 في وقت سابق من شهر يوليوز من سياتل، لكنها لم تحلق في الجو لفترة طويلة قبل أن يثير جابوكو هذا الأمر والذعر على متنها. ورغم تناوله المخدرات قبيل الرحلة، قال إنه لا يعرف كمية المادة التي استعملها من THC، وهي المادة الكيميائية المؤثرة على العقل الموجودة في الحشيش فيما تناولها. وبمجرد صعوده على متن الطائرة قيل إن رفض الجلوس عرض على مضيفة الطيران ممارسة الجنس، واستخدم السيجارة الإلكترونية وخلع ملابسها. كما ذكرت التقارير الإخبارية أنه عرض على أحد الركاب كيسا من الحبوب المجهولة وصاح: "أنا بعقلي" في أثناء اصطحابه إلى خارج المطار. وأظهرت لقطات من الحدث الركاب وهم يأخذون على عاتقهم كبحا جماعيا جابوك ومساعدة مضافات الطيران على اصطحابه إلى خارج الطائرة. وبينما كان يسير ببطء في ممر الطائرة، غنى: "أنت تقول بوتاي" ما يسمى ببطاطس، "وأنا أقول بوتاهتو". قد تم اتهام جابوكو بالتدخل في عمل طاقم الطائرة ومحاولة إتلاف طائرة في الولايات المتحدة. وأوضحت الخطوط الجوية الأمريكية لصحيفة ميك تيتشي نيوز قائلا: "إن سلامة وأمن عمالنا وأعضاء فريقنا هي أولويتنا القصوى. نشكر أعضاء فريقنا على احترافهم وعملائنا على حسن تفاهمهم". ذكر المدعون أن المتهم استمر في إزعاج عندها نزل من الطائرة، وكتبوا في طلب احتجازه أنه كان عدوانيا تجاه الطاقم الطبي والشرطة. كما أشاروا في طلب احتجازه إلى أنه في مرحلة ما بصق على ضابط. هذا الموضوع انتشر في كل وجه المواقع والجرائد العالمية. ندعوكم للاشتراك في قناتنا والضغط على زر الجرس. قناتنا قناة أم آ توداي.